أنا اسمي جاسم محمد الخضير ثلاثي. طبعا الحركة الخال. محل وتاريخ ولادتي الشدادي، قرية البجدلي. 5/12/1998 مواليدي. طبعا أنا نشأت، كان مسقط رأسي في قرية البجدلي من عائلة ريفية بسيطة. طبعا عندي تقريبا 7 أخوة و10 بنات. طبعا نشأت، طفولتي كانت بالقرية حتى ما دخلت بالمدرسة بالصف الأول. درست لحتى البكالوريا. طبعا ما كملت دراستي، طبعا ما كان في مدارس هنا. طبعا من بعد ما اجت الفصائل طبعا تسكرت المدارس، كان في بس ما في مثل اولي هذيك التعليم يعني حقيقة. طبعا بعدها انا لجأت على، طلعت من مدينة الشدادي اثناء ما كانت داعش هنا مسيطرة. طبعا شمال الحسكة تقريبا 80 كيلومتر اللي هي مدينة الدرباسية. طبعا رحت هنيك. طبعا اشتغلنا نحن كفلاح يعني عامل زراعي انا واهلي. اشتغلنا بزراعة الخضرة، زراعة القمح، الشعير. طبعا طلعنا تقريبا شيء سنة وانا اشتغل هذا الشيء. بعدها اشتغلت طبعا بمعمل غربال، منها كمان تعلمت هاي الشغلة منها. طبعا بعدين انا تعرفت على الرفاقة هنيك في 2015. طبعا السبب هو يعني حقيقة يعني كان في خاصية يعني بالرفاق، لأنه كانت داعش موصلة صورة على الرفاق أنه كلام غير لائق بحق الرفاق. يعني صراحة موصلين صورة سوداء للشعب هون عندنا، سوداء يعني أنه والله هذول إذا يكمشوا الواحد ينقطوا بعيونه لايلون، يعذبوه، يعدموه، هاي الصورة. فلما تعرفنا على الرفاق يعني فرق شاسع حقيقة. يعني طبعا احنا من ناحية نشوف الرفاق تعاملهم من ناحية الروح الرفاقية، من ناحية كيف يتعاملوا مع بعض. ما في فرق طبعا لا بين لا كردي لا عربي ابدا. هم كانوا عم يحكوا بالعنصرية والقوميات، موصلين صورة من هذا، ولكن ما في من هالشيء هذا. ما في فرق لا بين لا كردي لا عربي، الكل سواسية موحد. طبعا نحن ما كنا هذيك الساعة متعرفين على فكر وفلسفة القائد طبعا عبد الله وجلان، لأنه ما كنا متعمقين من ناحية الإيديولوجيا، من ناحية الفكر. طبعا بعد ما انضميت طبعا خضعت بالبداية لتدريبات عسكرية، كيف نفك السلاح، نطبق، كيف نفوت مداهمات، كيف نحمي نفسنا من هاي الموضوع. طبعا كمان بعد ما خلصنا من مرحلة الدورة، طبعا كانت شهرين. بعد ما خلصنا من تدريب السلاح طبعا على التدريب السياسي الإيديولوجي اللي هي الدروس السياسية. يعني كانوا كثير دروس طبعا يعطونا، ومن بعد ما عدا الدروس كانوا يعطونا كتب لحتى نقرأ اللي هو التدريب الذاتي لحتى نقوي من نفسنا من ناحية الإيديولوجية. طبعا بس ولكن يعني كل شيء ذاكره القائد عبد الله جلال من خلال المرافعات ال5 الأجزاء. طبعا في كتاب كمان كيف نعيش كنا نقرأه يعني طبعا تعمقنا. طبعا احنا من خلال الأكاديمية طبعا الدورة كان بس العنصر الرجالي. من خلال الأكاديمية ما كانت مختلطة بين العنصر المرأة والعنصر الرجالي، بس فقط رجالي. طبعا كان في عدة مكونات، طبعا من المكون العربي ومن المكون الكردي. طبعا بالأكاديمية كانوا يعني بصراحة كنا مختلطين، يعني ما كان في فرق أنه هذا كردي ولا هذا عربي أبدا، ولا 1% كنا نفكر، ولا كانوا يحكون بالقوميات أبدا يعني من هاي الناحية. طبعا تعمقنا بالفكر، بالفلسفة، بالتعامل. بفرق كان شاسع بين الحياة المدنية والحياة العسكرية. طبعا الحياة العسكرية طبعا من خلال طبعا التدريبات اللي أخذناها تعلمنا التنظيم، كيف ننظم نفسنا، كيف نتعامل مع الرفاق. كانوا لأنه يعطونا عدة دروس في هذه الأكاديمية من أسلوب الثقافة والأخلاق، في أسلوب الخطابة كمان، من ناحية الخطابة، من ناحية النقد والنقد الذاتي. يعني كنا حتى احنا ما نعرف ايش النقد صراحة،
ولا ننقذ نفسنا. هاي كلها صراحة تعمقنا منها من خلال، فإحنا طورنا نفسنا حقيقة من خلال هذا الفكر وهذه الفلسفة. فلسفة القائد الأممي عبد الله أوجلان. طبعا تعمقنا حيل يعني صراحة، يعني كأن حسينا حالنا احنا قلنا وين كنا عايشين قبل، وين كان هذا الفكر صراحة. لأنه من وراء قد ما كانت داعش موصل الفكرة بذهنيات الشعب عندنا صراحة، يعني كانت واصلتهم من هاي الصورة. طبعا قلت لك سبق أنه كيف كانت حياتنا بين الحياة العسكرية والحياة المدنية. طبعا بعد ما تخرجنا من الأكاديمية طبعا أعطونا الرفاق إجازة على البيت، اللي كانت هي إجازة 10 أيام بعد تخريج الدورة. صراحة بعد ما تخرجنا من الدورة قد ما تعودنا، كنا بس نستنى لحتى تخلص الإجازة لحتى نلتحق بالجروب. يعني كان في عندنا حماسية، كان عندنا اندفاع، وبنفس الوقت احنا كنا لسه عندنا بمرحلة الشبيبة، يعني لساتنا شباب، دمنا حامي دمنا فاير. وبالأخص كنا مستنين احنا لحتى الرفاق يتجهوا باتجاه حملة غضب الخابور، اللي هي تحرير مدينة الهول، مدينة الشدادي، بدك تقول جنوب الحسكة. كنا من هاي الناحية نحن. طبعا تميت أنا مع الرفاق تقريبا أقل من سنة، يعني بال 2015، بس بعيد الشهر ما عاد أتذكر يعني صراحة. بعد ما هاي الرفاق أطلقوا حملة غضب الخابور، طبعا أنا طلبت من الرفاق أنه أشارك بهذه الحملة اللي هي حملة صراحة مدينتي الشدادي. قالوا الرفاق بالعكس ما فيها مشكلة، وانطلقنا باتجاه الحملة صراحة. يعني كفينا تقريبا شيء 3-4 أيام، الرفاق حرروا المنطقة بشكل عام. صراحة كان ما الشعب يستنى هاي المرحلة لحتى يخلصوا من الدواعش. كان في اعدامات، بده يجبر العالم على شغلات يعني ما بدهم اياها، احيانا حسب كل انسان متعود على شيء. كانوا ضاغطين يعني على نفس العالم حقيقه، يعني كانوا مستنين من هاي الباب. طبعا بعد ما حررنا المدينه طبعا صراحه تفاجئنا انه كان في عندنا حاضنه شعبيه، واستقبلونا طبعا الشعب بكل رحابه صدر. الكل يعني صراحة انضم معانا، يعني صراحة لما شافوا التعامل بين الرفاق وكذا صراحة تفاجئوا من ناحية قد ما كانوا موصلين هاي الصورة. طبعا بعد ما هاي ما في شهر، أقل من شهر، الشعب بدأ تقولي تقريبا 70% من هاي المنطقة انضم شبابها، وبي من بناتها كمان انضموا باتجاه صفوف قوات سوريا الديمقراطية. طبعا ما كان بهذاك الوقت في شيء اسمه قوات سوريا الديمقراطية، كان في يبكة ويبجة. طبعا لأنه انطلق الاسم من خلال لما حرروا الرفاق المناطق العربية، أطلقوا هذا الاسم قوات سوريا الديمقراطية، يعني انضموا بهاي الصفوف والتحقوا يعني حقيقة. كمان طلعت هنا أنا بعدها تم طلبوا الدوزنة من رفاق ساحة الدرباسية، انضميت على ساحة الشدادي بعد ما تحرر. جيت أنا عفت مدينة الدرباسية بعد ما تحررت منطقة الشدادي. هي كانت أول حملة، هي حملة الشدادة شاركت بها أنا، حملة مدينتي يعني صراحة. كانت كلها دواعش، وأنا قبل يعني مرت علي هاي المرحلة وشفت إيش تعامل داعش وإيش كذا. يعني صراحة أنا سبب انضمامي أكثر شيء من هاي الناحية يعني صراحة.
بعد ما اجينا كانت طبعا داعش هنا متكثفه، المناطق هاي كلها كانت داعش طبعا. طبعا نحن حررناها تقريبا بحدود في منطقه تقريبا العزاوي بما يقارب شيء 20 كيلومتر. طبعا كان خط السينور، خط التماس كان لهنيك. لسه الرفاق بعد ما ثبتوا القواعد، ثبتوا او الطوابير هنا تحرير مدينه الشدادي. كانت احنا اثناء كانت تشكل علينا هجومات كمان من داعش على نقاط خط التماس، بس ولكن كنا نتصدى لهم من هذه الهجومات يعني صراحة. طبعا احنا كان عندي إرادة يعني طبعا قوية، يعني احنا شفنا كان أحيانا من خلال الجبهات، كان من ناحية اللوجستيك ولا من ناحية الجبهة طبعا صح كان ضعيف شوي، بس ولكن بسبب بعض الظروف اللي كانت، بس ولكن هذا الشيء ما كان يكسرنا أبدا. يعني كان نحن همنا الوحيد أنه نحرر شعبنا من هاي الدواعش، من الإرهابيين بشكل عام. يعني هذا هو كان الهدف يعني صراحة باتجاهي. لأنه ليش؟ لأنه أنا آسيت من هاي المرحلة، يعني ما نقبل أنه بقية الشعب كمان يكون مظلوم يعني طبعا. طبعا بعد ما أنا اتجهت باتجاه كمان شاركت بحملة أبو خشب. كمان بعد ما حررناها طبعا احنا كنا نداوم جروبات طبعا. كنا بهذيك المرحلة يعني كنا نداوم 7 أيام وننزل 7 أيام على البيت. صراحة أنا أحيانا ما أنزل أبدا، يمكن بشهرين بثلاثة أنزل 3 أيام يعني، لأن تعودت على الحياة العسكرية. طبعا بعدها أنا شاركت بحملة كمان الرقة، تميت بحملة الرقة حتى تقريبا بما يقارب 2-3 ضليت تابعت هناك. طبعا كمان كانت مكثفة بداعش صراحة. أثناء ما حررنا جميع المناطق هاي كل داعش اتجهت باتجاه دير الزور باتجاه الرقة، كل الدواعش كانوا موجودين هناك. طبعا قاومت صراحة مقاومات بال 2017 هذا بحملة الرقة بال 2017. طبعا كمان تابعت بعد ما نزلنا من حملة على الرقة. الرفاق كانوا فاتحين عدة محاور طبعا، عدة جبهات. طبعا ما شاركت بحملة دير الزور. طبعا كانت هذيك الوقت كانت طبعا الحملة مختلطة بين رفيقاتنا اليبجة وبين رفاقنا قوات سوريا الديمقراطية. طبعا كان في طبعا بهذيك الساعة مختلط مع بعضنا رفاق ورفيقات. طبعا كان في حرب شوارع يعني بالشارع نحارب يعني صراحة. كان المدينة بشكل عام كانت ما فيها شعب أبدا، الكل مخلي المنطقة. لأنه صراحة كانت معركة قوية يعني صراحة هناك بين رفاقنا اليبجة ورفاقنا قوات سوريا الديمقراطية كمان. أثناء ما كنا نحارب داعش كانت بالفعل يعني معركة قوية يعني صراحة. في رفاق معنا تصاوبوا، في رفاق كمان استشهدوا. طبعا الشيء هذا طبعا كنا ناخذ دافع قوي يعني من اتجاه لما نشوف رفيقنا ينجرح يعني صراحة ما كنا ننكسر ابدا، يعني انه هذا الشيء ما يوقفنا. ليش؟ يعطينا بالعكس قوة يعني ندافع لما نشوف رفيقنا يتصاوب يعني. ليش؟ لانه يعطينا معنويات لحتى ناخذ طبعا مثل ما تقول نقول بشكل عام حيفه يعني. طبعا كمان رفيقاتنا اليبجة طبعا الكل يذكر انه ضلع قاصر هيك يعني كانوا موصلين الصورة. طبعا هذا الشيء ابدا كان يعني بصراحة كمان كان يحارب بكل قوة يعني احيانا يعني يوصل لمرحلة اقوى من الرجال يعني صراحة من هذا المرحلة. طبعا انا ما كفيت لحتى انتهت حملة الرقة، ظليت فيها 2 شهرين طبعا. بعد ما فتحت 2 شهرين طبعا قيادتنا طلبت منا ان نتجه باتجاه حملة دير الزور، لانه حملة الرقة استلمتها قوات القامشلي وقوات منبج، واحنا كنا قوات ساحة الشدادي. انطلقنا باتجاه حملة دير الزور، من حملة الرقة باتجاه حملة دير الزور باتجاه المعامل، منطقة المعامل هناك. طبعا كمان ضليت تقريبا 1 شهر كامل هناك، كمان كانت مختلطة بين رفيقاتنا اليبجة ورفاقنا قوات سوريا الديمقراطية.
طبعا كمان استمرينا بمعركة. احنا كنا بجروب نقول له الصادرية، يعني خط أول. كنا نحرر أي منطقة كانت نثبت الرفاق فيها. كنا نفوت 7 رفاق نحن فقط لا غير باتجاه هاي الحملة. بعدها أنا نزلت إجازة. طبعا تمت إجازتي تقريبا 7 أيام، يعني صراحة كنا نستنى لحتى تخلص الإجازة لحتى نلتحق بالجروب. طبعا بعد ما التحقنا بالجروب وصراحة اتجهنا باتجاه ما اتجهت باتجاه المحامل، باتجاه الصور. تقريبا تبعد من هون 40 كيلومتر. تميت على قرية الحريجية. كنا لحتى احنا بالخط الأول صادرية 7 رفاق. طبعا حقيقة يعني هذيك المنطقة هي كانت الملحمة الكبرى صراحة. كان تقريبا الساعة 12 الظهر نحن بأول الحملة صراحة. فاجتنا حشوة قاذف أربجي. أنا تسبب لي بتر بالقدم وإصابات جسمية طبعا بالرجل الثانية، واستشهد معي رفيق يعني صراحة. بهذاك الوقت تقريبا نهاية 2017 كان بالشهر العاشر تقريبا. كانت صراحة يعني هذيك الوقت يعني صراحة لما طلعت على رفيقي استشهد صراحة يعني ما زعلت على حالي حقيقة، لأنه زعلت على رفيقي. يعني كنا أنا وياه حيل بس، ولكن اجوا طبعا رفاق ورفيقات. طبعا بعد ما الرفاق اللي كانوا بالجروب وصلوا التكميلة بالقبضة انه في عندنا جريح وفي عندنا شهيد. اجنا رفيقات لليبجة ورفاق طبعا طالعونا سحبونا واخذونا على اقرب نقطة كانت للعلاج طبعا بالجبهات هنيك. يعني صراحة طبعا الرفاق كملوا بهذيك الساعة حملتهم. صراحة أنا جابوني طبعا على مشفى الشهيد سارية بالحسكة. طبعا تلقيت العلاج كامل، ما كان فيها أبدا تقصير. ما كنت طبعا صراحة زعلان على حالي. إنه ليش؟ لأنه صراحة ما كنت أعتبره صراحة قدرا، كنت أعتبره صراحة قوة يعني ودافع باتجاه مثل ما تقولين بناء الثورة. يعني صراحة كان يعطيني قوة من هاي الجانب. طبعا تميت بالعلاج لمرحلة طبعا طويلة. بعدها جيت على بيت الجرحى. استمريت ببيت الجرحى تقريبا شهر، والرفاق طلبوا مني دورة تدريبية ايديولوجية. كنت لساتني ماني مركب الطرف الصناعي. الدورة كانت 6 شهور قبل الشهيد دشتي والشهيد رزقروان. طبعا كانوا الرفاق فاتحين أكاديمية جديد طبعا بمدينة الشدادي هنا لرفاق الجرحى. طبعا كانت الدورة تقريبا 6 شهور بين ايديولوجية بين لغة كردية. أنا كنت لساتني ماني مركب الطرف الصناعي. طبعا أنا أثناء الدورة الرفاق أخذوني ركبوا لي طرف صناعي صراحة، يعني وكأني ولدت على الحياة من جديد. يعني صرت أمشي. طبعا بعد ما تميت الدورة طبعا رفاق إدارة دار الجرحى بالشدادي. طبعا ظليت أشتغل طبعا بالإدارة 2 سنين. طبعا خضعت طبعا لعدة دورات ايديولوجية، منها الشهيد دشتي ومنها الشهيد رزقروان أثناء ما كنت بالإدارة. إعادة أفكار وتقوية من ناحية الفكر. طبعا أثناء دورتنا 6 شهور طبعا كانت كلها رفاق غازيين. طبعا كنا ناخذ معنوياتنا مورالنا من بعض صراحة، لأنه في منهم رفاق تصاوبوا قبلي هم اللي كانوا يعطونا هاي المعنويات، لأنه كان تصاوب جديد يعني حتى الطرف ما ركبته. كانوا يحكون أنه وين كانوا يشتغلوا مفروزين. يعني صراحة كنا
تفاجأت إنه ليش تقدر تشتغل، ليش تقدر كذا. قال كنت آخذ معنوياتي صراحة منهم. نحن كنا ندير طبعا الأكاديمية بشكل عام من ناحية أي شيء يعني صراحة، ما كانوا حتى الرفاق يخدمونا، نحن نخدم بعضنا من ناحية الأكاديمية. نحن نطبخ لبعض يعني صراحة، كنا نوقف على المجلى على الطبخ كله يعني برجل واحدة صراحة، لحتى ما كفينا الأكاديمية يعني صراحة. ما كان الشيء هذا يكسرنا أبدا. طبعا بعد ما تخرجنا نحن من الأكاديمية جينا على بيت رفاق تم فرزي على إدارة بيت الغازيين، بيت الجرحى هون بشدادي. طبعا كانوا رفاق يتصاوبوا جديد طبعا بالحملات أثناء تخرجهم، يجيبونهم لعندنا لهون على دار الجرحى. كنا نعطيهم صراحة المعنويات، كانوا يجوا بدون أطراف صناعية يعني يطلعوا علينا إنه نحن عم نمشي، عم يسألونا أنت يعني إيش إصابتك لحتى تكون هون هذا دار الجرحى. أقول لهم إنه أنا مركب طرف صناعي، ما كانوا يصدقوا لحتى ما نشوفهم القدم يعني صراحة. هنا لسه يزداد أملهم أكثر يعني صراحة. كنا نعمل لهم دورات إيديولوجية صراحة نقوي فكرهم لحتى نهيئهم ونفرزهم على عمل طبعا خارج بيت الجرحى لحتى يكسروا الروتين اللي عندهم. طبعا أثناء أنا ما كنت بالإدارة طبعا طلبوا منا الرفاق دورات إيديولوجية طبعا بأكاديمية الشهيد رزقار 1 وأكاديمية الشهيد دشتي. طبعا كمان كانت مختلطة رفاق غازيين صراحة، كمان في رفاق مشلول، رفاق رايحات عيون 2، رفاق رايحة إيد، رفاق رايحة إجر، رفيق رايحة عين. صراحة كنا ناخذ معنوياتنا من بعض يعني، نقوي بعضنا صراحة. تعمقنا طبعا، هو أهم شيء إنه نتعمق بالفكر صراحة. بعد ما تم طبعا تخرجنا رجعت على الإدارة، تابعت عملي طبعا. بعد ما تابعت عملي رفاق تم فرزي على تنظيم الشبيبة الثورية على مستوى طبعا جنوب الحسكة، منطقة الشدادية، العريش، المرقدة، الثلاث نواحي. طبعا نظمت الشبيبة صراحة. كانوا ما يعرفون أن أنا مصاب وتفاجئوا صراحة يعني لما شافوني يعني صراحة صاروا ياخذون معنوياتهم مني انه رفيق متصاب وهيك عم يشتغل ويروح ويجي. طبعا الشيء هذا ما كسرنا ابدا. صراحة يعني إصابتي ما تكسرني أبداً، أنا أعتبرها صراحة قوة وشرف يعني وسام يعني صراحة على صدري. من ناحية هذا فخر نفتخر به يعني صراحة، لأنه نحن ما مثل ما تقولين ولدنا إنه هيك يعني. أثناء ما بدنا نحرر شعبنا يعني صابنا، وهذا الشيء نحن نفتخر به أبداً ولا يكسرنا. نحن طبعاً صراحة نوجه كلمة للقائد عبد الله جلال انه نحن طبعا اللي اطلق علينا اسم انه نحن رفاق الجرحى، انه نحن الشهداء الاحياء، فنحن راح نكمل مسيرة يعني صراحة شهدائنا. الاستراتيجية والفكر والهدف اللي قام نمشي به صراحة نحن راح نتابع هذا الشيء، ما يكسرنا ابدا لاخر نقطة دم في عروقنا يعني صراحة من هاي. ونتمنى مثل ما نقول ان الحرية للقائد عبد الله جلال والرحمة لشهدائنا طبعا.